السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بسكوته سهله وبسيطه. بصي هتدمنيها كده على الفطار، مش هتبطلي تعمليها. ليكي في المطبخ او مالكيش، هتطلع معاكي ناجحه جدا جدا جدا. ده السهل الممتنع يا جماعه، سهله وبسيطه وكل اللي هيدوقها من ايدك هينبهر. هنعمل مع بعض النهارده بسكوته التمر. انسي بقى الطرق التقليديه وتعالي جربي معايا طريقه النهارده. اكبر كميه من البسكوت في صينيه واحده، كله على بعضيه كده، مش هنحتاج وقت ولا غلبة ولا أي حاجة، ومن غير بيض ولا زبدة ولا سمنة. أسهل من كده مش هتلاقي. سمي الله وصلي على الرسول. لو أول مرة بتشوفيني، أنا شيرين من مصر. تعالي بقى قولي لي بتتابعيني منين، واتفرجي على الفيديو قولي لي رأيك فيه ايه، وكمان تابعي الوصفات اللي قبل دي وبعد دي، إن شاء الله بإذن الله تلاقوا فايدة حلوة فيها. يلا بينا على طول نشوف المقادير قد ايه سهلة وبسيطة. أول حاجة نص كوباية من السكر البودرة، وتقدري تستخدمي السكر العادي بتاع الشاي. هحتاج كمان كيس من الفانيليا يدي البسكوته بتاعتنا ريحه حلوه، من غير بيض ولا حاجه. يعني الفانيليا دي انا هحطها بس لريحه البسكوت. خلاص هحتاج نص كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزيت، يبقى نص سكر نص حليب نص زيت. مش هحتاج سمنه. طيب ينفع استبدل السمنه بالزيت؟ ينفع. ممكن كمان خليط من السمنه على الزيت. انا النهارده استخدمت الزيت بس، والله ناعم وتحفه تحفه تحفه. هبتدي اقلب المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وبعدين هبتدي اضيف معلقه كبيره من الحليب البودر، بيدي لون وطعم غني جدا للبسكوته بتاعتنا. ربع معلقه يعني كده من البيكنج باودر، ما تكتريش علشان خاطر ما ينفش قوي معاكي، بس يديله هشاشه حلوه. رشه الملح، وهقلب المقادير بتاعتنا، وكده يعتبر نص البسكوت خلص. كل اللي فاضل لي هو الدقيق. اول حاجه هنزل بكوبايتين من الدقيق، وضروري عشان اي بسكوته او اي نواعم تطلع معاكي حلوه الدقيق بتاعك يتنخل. هنزل بالكوبايه الاولى والكوبايه التانية كده، وانخلهم واقلب، وبعدين اشوف هحتاج دقيق قد ايه. علشان اي بسكوته تطلع حلوه مش محتاجين نعجن كتير، يعني مجرد كده ما الدقيق يلم مع الماده السائله بترفعي ايدك على طول عشان يفضل معاكي ناعم وحلو. هبتدي اقلب الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واحضر جنب دقيق تاني اخد منه يعني بقدر المستطاع، ما كترش قوي علشان ما ينشفش واضطر ابتدي ازود مواد سائله. فواحده واحده كده واحنا ماشيين بالدقيق لحد ما نلاقيه لم معانا. جبت جنبي كوبايه الا ربع كمان من الدقيق، وهنزل بيها واحده واحده، وهقول لكم في الاخر انا احتجت دقيق قد ايه. دي كوبايه الا ربع زي ما انتم شايفين. نزلت بيها بالشكل ده لان منظر العين بعيني لسه محتاج دقيق. فهبتدي اقلب. بصي خلاصه يعني انا احتجت كمان نص كوبايه دقيق، يعني المقدار كله اخد مني 3 كوبايات وربع من الدقيق، وادتني اكبر صينيه في الطوال. ما تقلقيش لما بتيجي تفردي العجينه هوريها لك، هتحسي ان هي مش هتكفي، لكن هي بتكفي وكل حاجه. اخدت نص كوبايه كمان اللي هي 3 كوبايات وربع من الدقيق. بصي العجينه بقى هوريكي ملمسها، فيها تلزيقه فيها نعومه. ما تفضليش تحطي لحد ما العجينه تنشف، لا مش هتبقى حلوه ابدا. ما تقلقيش من التلزيق ده، هي مظبوطه. حضري لي بقى كيس بلاستيك، ودي اكبر صينيه عندي. ودي العجوه اللي احنا عملناها مع بعض في البيت. اللي ما شافش الفيديو هيلاقيه موجود قبل كده. عاملاها بالبلح اللي هو الرطب العادي بتاع الصيف. بخزن بيه العجوه. بصوا احلى من بتاعت بره 100 مره، حلوه جدا جدا. بجد اللي ما بيجربهاش خسران كتير، يعني ممكن ان شاء الله ربنا يدينا العمر. البلح الجاي تجربيها، حلو والله جدا جدا جدا. هتنسي انك تشتري عجوه من بره تاني. قسمت العجينه بتاعتي نصين متساويين. خلاص كده زي ما انت شايف، هركن نص والنص التاني هسيبه على الكيس. في الصينيه اللي انا هشتغل فيها دي الاسطمبه بتاعتي، هبتدي افرد فيها العجينه بمقدار رقيق خالص زي ما انت شايفه، وما تقلقيش هتكفي الصينيه. وتقدري تعملي صينيه اكبر من كده كمان على فكره، يعني كل ما كانت رقيقه كل ما كان افضل. بشويش كده هروح شايله الكيس ده ركناه على جنب، لان دي الطبقه العلويه، فبشويش خالص اركنها لي على جنب. هاجي بقى للصينيه هدهنها زيت كله في قلب الصينيه، وبالفرشه كده اظبط الصينيه وادهنها وابطنها كويس جدا بالزيت، لان البسكوته بتاعتنا هتتفرش دلوقتي في الصينيه بطريقه سهله. الشق التاني بقى من العجينه او النص التاني اللي احنا قسمناه بالتساوي، هجيبه وافرده بقى في الصينيه، لان هي دي القاعده بتاعه البسكوت بتاعتنا. وزي ما بقولك ما تقلقيش ابدا مهما تحسي ان العجينه قليله، لا هي هتتفرد وهتبقى زي الفل. كله زي ما بقولك في الاسطمبه او في الصينيه بتاعتك هيتفرد.
اهي كده بالشكل ده. وتقدري برضو تفردي على فكره العجوه في الصينيه على كيس وتنقليها، يعني ايه اللي يريحك. ممكن تستخدمي الصينيه بتاعتك كاسطمبه لكل العجين. حسيتي ان في حته بتبين الصينيه، قطعي من حته قلبوزه وكفي صينيتك يعني بالشكل ده، وفي الاخر كله بيخش في بعضيه، ما بيخش الفرن، ما بيبانش حاجه. ادي العجوه بتاعت البلح اللي احنا عملناها مع بعض الصيف اللي فات. بنصحكم جدا جدا بتجربتها، بجد كانت تحفه. من احلى العجوات واحلى الحشوات اللي بتاكليها، تحس انه تمر تمر من بتاع زمان، مش اي كلام. ادي الثلاث طبقات، القاعده والحشوه، وادي الطبقه اللي فوق. هشيل العجوه بتاعتي واروح قلبها في الصينيه. اي تقطيع في العجوه او في العجينه ما تقلقيش، كله بالدار. اما باجي اقلب العجينه، في حته اتقطعت وانا سبتها لكم، ما رضيتش ان انا اشيلها كده في المونتاج وابين لكم ان الدنيا بيرفكت معايا، علشان اوريكي ان اي تقطيع بيحصل بيتدارى، ما بيحصلش اي حاجه. كان ممكن اشيلها وانا بقصقص واظبط الفيديو، لكن انا قصدت اسيبها علشان اوريكي ان كله في الاخر ليه حل، لان مفيش حاجه بيطلع مفيش حد بيطلع الحاجه 100% يعني. ظبطت العجوه كده، اي حته قلبوزه شلتها حطيتها في الفراغات، المهم الاقي العجينه كلها عليها عجوه او تمر. هنا بقى العجينه او السطح بتاعه وانا بقلبه، راحت الكيس بصوا لزق في العجوه واتنت فاتقطعت، بس ما فيهاش اي مشكله. هظبط ده كله، هحاول اشدها، والحتت اللي اتقطعت دي واتلزقت ما فيهاش اي مشكله. بشيل من هنا واحط هنا، وفي الاخر كله بيتدارى، ما بيخش الفرن. خلاص، يعني انا عايزه اقول لك في الفكره هنا، ان لو حصل منك اي حاجه في العجينه مفيش مشكله، ما تقلقيش. شلت من الاجناب ولزقت في الانصاف لحد ما الدنيا اتظبطت. خلاص، باجي بالشوكه هنا واشكل، وممكن بالمشط وممكن بالسكرابر، اي حاجه متوفره عندك. اسهل حاجه وكل حاجه موجوده في كل بيت هي الشوكه. فباجي بروح ماشيه كده، وما تقلقيش العجينه ما بتقطعش منك. ممكن بالسكينه تشيل الاطراف دي وتستغني عنها، لكن انا دخلتها الفرن كده كده هتتاكل كلها. هشيل العجينه ليه ارميها؟ فالاطراف دي لما تستوي بقطعها وارمشها انا في كوبايه الشاي، هتبقى تحفه. خلاص ظبطتها كده. قبل ما تخش الفرن ضروري تقطعيها، لانها لو دخلت الفرن هيلم كله على بعضيه، والبسكوت هتبقى قطعه واحده، ولما تيجي تقطعي بعد كده هيكسر منك ويشقق. ده بسكوت، فضروري يتقطع قبل ما يخش الفرن. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اداني 6 بناحيه العرض، وبعدين مش عارفه لا 3 في 4، مش عارفه، هنشوف دلوقتي واحنا بنقطع، مش متذكره يعني. ما شاء الله ادتني عدد بسكوت حلو. 4 في 6 ب24 قطعه بسكوت تقريبا، مش عارفه. فكميه البسكوت كانت حلوه جدا. القطعه كبيره، ممكن تقطعي اصغر من كده. التقطيع ده يناسب كل واحد فينا، كل واحد زي ما هو عايز. دخلتها الفرن على درجه حراره 140 لحد ما ابتدت تستوي وتاخد لون بسيط كده من الاجناب. رحت فاتحه عليها الشوايه وطلعتها. بسكوته ناعمه مليانه وغرقانه بالتمر، اي عيوب في العجينه اتدارت. بصي ليه بقى؟ العجين لما بيستوي بيلم على بعضيه ويتداخل كده، فعشان كده بقول لك قطعيها قبل ما تدخليها. اي تقطيعات اي حاجه اتدارت تماما تماما. البسكوته زي الفل. قبل ما ابتدي اشيل البسكوت، بروح ايه ملخلخاه بعيد عن بعضيه كده بالسكينه بشويش. هو كده كده متقطع، بس زي فكره الجلاش، قبل ما تدخليه الفرن بتقطعيه، وما بتخرجيه كده بتقعدي ايه بالسكينه ايه تظبطي الدنيا كده، عشان وانتي بتشيلي الجلاشيه او البسكوته ما تشققش منك. بس هو مش هيشقق، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. حلو جدا، ناعم، تحفه، مظبوط ما شاء الله. يعني جربوه، وانا متاكده بجد ان هينجح مع اي حد بيعمله. تعالوا نطلع بقى البسكوتيه كده مع بعضينا، ومليانه بالتمر. مش ممكن يعني، لا شركات ولا افراد تطلعوا لك كميه التمر دي. يعني حتى ما بتجيبي المعمول بتاع الشركات او البسكوت التمر بتاع الشركات، والله ما في كميه التمر دي. شايفه العجينه سمك ايه والتمر سمك ايه؟ يعني مين فينا ما يحبش الكلام ده؟ شغل فاخر، حلو جدا جدا. بقولك ناجح مع اي حد، والتمر متوزع والدنيا زي الفل. سقسقي وبصي، حاجة خطيرة خطيرة خطيرة. جربوه بجد بطريقتي، تحفة تحفة تحفة. أي ملاحظات أو أي حاجة حابين نتكلم فيها سيبولي تحت في الكومنتات. بس أنا عايزاكم بجد تجربوه، جربوه بالطريقة دي وارجعوا قولي رأيكم تحت في الكومنتات. وخدي لك لفه كده في القناه، ان شاء الله تلاقوا فيها حاجات حلوه كتير. بحبكم جدا، واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام. جربوه هيعجبكم جدا. مع السلامه.